تعرف ان شركات كبيرة بتبيع لمجرد بس ان هما بيقدموا قصة بتشد الناس؟ فلو انت ستارت اب خليني اقولك تعمل ده ازاي وازاي تبيع منتجك من خلال قصة تشد الناس. دراسة اتعملت من هارفارد بيزنس ريفيو بتقول ان القصص اللي البراندز بتقدمها بتنشط جزء في المخ، فبيحس الكاستمر ان هو بطل للستوري فبالتالي بيشتري. بمعنى ان انت لما بتيجي تقدم ستوري مثلا بتتكلم فيها عن عميل واجه مشكلة معينة ومشكلته اتحلت عن طريق المنتج بتاعك، فالناس وهي بتتفرج بتحس ان هي مكان الشخص اللي حس بالمشكلة. وده طبعا من وجهة نظري اقوى بكتير قوي من الاعلانات اللي بنشغلها على المنتجات. يعني من الاخر قصة بتساوي كونكشن، والكونكشن بيجيب مبيعات. عندنا امثله كتير عن براندز بتحكي قصص زي نايك مثلا، وهي بتحكي عن ناس واجهت تحديات وصعوبات معينه وقدرت تتغلب عليها. او مثلا اعلانات شبكات الاتصالات اللي بتحسس الناس في رمضان بالترابط الاسري. ده كمان بيحصل لما انفلونسرز تتكلم عن برودكت معين، هي بتطلع تتكلم عن المشكله وازاي البرودكت ده حل المشكله بتاعتها. فانت لو عندك نفس المشكله اللي هي بتواجهها بتحس ان انت بطل من القصه دي، فممكن مشكلتك انت كمان تتحل. انت لازم تبني قصه للبراند بتاعك لان الاحساس هي اكتر حاجه بتبيع.